واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا. السلام عليكم، شلونكم يا أغلى وأحلى متابعين؟ وجمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله، وربي يتقبل منا ومنكم جميع الطاعات إن شاء الله. هنا طبعا نبدي الفيديو، نبدي الروتين وياكم. كان يوم الجمعة والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا هنا قبل بيوم عجنت وخبزت، ما كثرت هواية، تقريبا 15 قرصة بس، لأن ما أحب أكثر فد مرة ويبقى فترة عندي الخبز. فمثل ما قلت لكم هنا عجنت وخبزت، وهسه إن شاء الله أشوفكم شكل الخبز. والحمد لله والشكر على النعمة، وربي يديمها ويحفظها من الزوال. طبعا أني أخبز بتنور الكهرباء، وعندي تنور غاز، بس حسب المجال اللي يعني إذا أريد أخبز بالغاز أو بالكهرباء. فمن عجينة كلش قليلة أخبزها بتنور الكهربائي وأني قاعدة. فهنا بلشت أخبز، وهذا شكل الخبز. طبعا كان شكله يخبل. أنا كنت ناوية أسوي على الغداء مقلوبة، وهسه إن شاء الله أشاركها وياكم وأشوفكم المقلوبة. خلينا الخبز على جهة وجينا على المقلوبة. هنا عندي هاي الخضراوات، وعندي هنا نص دجاجة لأن احنا قليلين. فهاي الخضروات كلها أنا جهزتها وغسلتها، وهنا طبعا قليتها، بس الطماطة ما قليتها. باقي الخضروات كلها مثل ما تشوفون أنا مقليتها. أما كان هنا خليت الدجاج بالجدرية وخليت له ملح وزيت، وهسه نقليه ونخليه ياخذ لون. طبعا حتى أنا اختصرت الفيديو لأن المقلوبة مسويتها أكثر من مرة وكلكم تعرفوها، فاختصرناها وياكم. بس الطعم كان فد شي. هنا عندنا البهارات، عندي ماجي وكركم وفلفل أسود وفلفل أبيض وجوزة الطيب وهيل، كلهم أنا طاحنتهم ومخليتهم. وعندي كمون هذا الثاني. وهسه طبعا بعد ما حمس اللحم خليت نص البهارات على الدجاج، ونص الباقي نضيفه بعدين. هنا طبعا من حمس البصل أضيف له باقي البهارات ومعجون خليت له. وهنا هذا الثوم حتى لا تنسون. هنا مثل ما قلت لكم خليت المعجون وفوق البصل وثوم، وخليت باقي البهارات. وهسه نحمسهم ونضيف دبس الرمان، وأخليهم تقريبا 5 دقائق على نار كلش هادئة، بحيث تطلع ريحة البهارات والمعجون ينحمس. وبعدين نضيف المي، نسويها صلصة للتمن. بنات اعتمدوا هاي الطريقة بالمقلوبة، تطلع كلش طيبة وتصير لينة وبيها صلصة بعد أطيب، يصير لونها عفوا طعمها وشكلها كلش حلو، تطلع وياكم مثل الكيكة. بعد ما خليت مي، هنا أنا غاسلة 3 أكواب تمن على جهة، ما نقعته هواية، تقريبا دقيقتين. طبعا هاي الصلصة اللي أنا موخرة منها، هسه نقولكم هاي شو نسوي بيها. أنا دائما أوخر من الصلصة. بعد ما حمست الدجاج ووخرته على جهة، ومكانه سوينا الصلصة والبصل. خليت ورق الزبدة مثل ما شفتوه بنات، ما تلشع ويانا، يعني تحترق وتطلع عبالك كيك. وهنا صفيت الدجاج وخليت الطماطة وياه على مود الطماطة تنحمس، لأن مثل ما قلت لكم أنا ما حمست الطماطة بس، وباقي الخضروات كلها قليتها. هاي الصلصة هسه أضيفها فوق الخضروات والدجاج اللي صفطناهم بقاع جدرية. وهنا التمن طبعا ستوته 3/4 ستاوي، يعني مو فد مرة، وخليته فوق الخضروات. أنا الصلصة اللي بقيتها ضفتها مثل ما قلت لكم فوق الخضروات، وصارت على الدجاج والخضروات، تبقى لينة ويطلع طعمها كلش طيب. هسه أصف التمن كل زين وأرصه حتى تصير قالب واحد.
وخليتها على نار كلش هادئة تقريبا ساعة، لأن انتو تعرفون كل شي مستوي عندنا، بس أنا ضفت لها صلصة وأريدها تتهدر على كيفها، فخليتها ساعة على نار كلش هادئة، يعني بحيث استوت على كيفها. وهذا كان شكلها، بس بقى ورق الزبدة بقاع الجدرية كلها طلعت. وهنا طبعا أنا مجهزة الرقي والخضروات والليمون وخاثر وتمر ولبن، وسهمنا وسهمكم ألف عافية إن شاء الله. لا تنسون لايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك، وتعليق حلو من عندكم، ونلتقي بفيديو جديد إن شاء الله. مع ألف سلامة متابعيني.